بتعملي البيتزا وكل مرة بتعملي فيها البيتزا الجبنة معاكي بتنشف ومش بتمط؟ اسمعي الفيديو ده للاخر وهقولك على اسرار البيتزا كلها، وهقولك ازاي الجبنة معاكي تمط بالشكل ده. كملي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس واعملي اللايك. شايفة الجبنة عاملة ازاي سايحة وبتمط؟ يلا نكمل. كملي معايا الفيديو للاخر ونصلي على النبي الاول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا هنا انا طبعا انت هتعملي الكمية اللي انت محتاجاها. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم كوباية مية. الكوباية اللي انا بعاير بيها ديت 250 جرام. معايا يعني هنقدر نقول 3 معالق كبار زيت، رشة من الملح، رشة من السكر، معلقة كبيرة خميرة فورية او خميرة من اللي هي التانية العجين دي. هنقلب ده كويس، واهم حاجة عشان العجينة تبقى معاكي طرية وحلوة اعجنيها كويس جدا. انا العجينة كانت حسيت ان هي طرية معايا، طبعا الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، فانا زودت شوية دقيق لحد ما قوام العجينة بقى معايا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة اعجني العجينة كويس، والله العظيم هتلاقيها بتمط معاكي وكويسة معاكي جدا. هسيبها ترتاح ساعة لحد ما تخمر، ما تشتغلش فيها قبل الساعة. شايفين ملمس العجينة ناعم وحلو ازاي؟ تعال بقى نعمل مع بعض اللي هو الكاتشب مع بعض. اعمله معاك اهو. طماطم متقطعة ومغسولة حلو، بصلة متقطعة برضو، 3 4 فصوص من الثوم، وحطهم على البوتاجاز ينسلقوا. معايا بقى فلفل الوان من كل حاجة نص كده، من كل لون نص زي ما تحبي يعني. هنقطعهم برضو زي ما انتوا شايفين كده. عايزة بس هو بيدي شكل حلو للبيتزا وكويس زي ما تحبي يعني. بقى الفلفل الالوان ده اختياري يعني، والحشوة برضو اختياري زي ما تحبي. وهقولك برضو ازاي تعملي آه، الكاتشب في البيت زي ما بتشتري من بره بالظبط، بنفس الريحة والنكهة وكل حاجة. بس كملي الفيديو معايا للاخر هتستفادي منه. انا عندي الحشوة النهاردة نقائق من الدجاج او هوت دوج او اي بقى حاجة عندك بقى، مثلا لانشون، فراخ، لحمة، ممكن بالخضروات. الحشوة دي بقى انت وذوقك، ودي اذواق يعني. هنقطعها برضو بالشكل ده. معايا برضو الزيتون، بحضر الزيتون اسود واخضر. ادي الطماطم معايا انسلقت اهيت. حط طماطم الكمية برضو اللي انت محتاجاها. حطيت بصلة، وحطيت 3 4 فصوص من الثوم، سلقتهم مع بعض. هضربهم برضو في الخلاط دلوقتي معاكم. والله لو عملت البيتزا بالطريقة دي هتطلع ناجحة معاكي جدا، واحسن ما بتشتريها من بره كمان. ومطة الجبنة والطعم وكل حاجة. كده ضربنا الطماطم معانا في الخلاط اهي. عايزين بقى نفس الريحة والنكهة بتاعة الكاتشب بتاع بره، خدي بالك بقى من التوابل دي. بصل وتوم بودر وشوية من الكمون والفلفل والكزبرة الناشفة. ده توم بودر، واحنا حطينا بصل، شوية من الفلفل الاسود برضو، بابريكا هتظبط معانا اللون وريحة حلوة، شوية من الملح. اكتر 2 هيخلوا معاكي الكاتشب بنفس الريحة ونفس النكهة بتاعت بره. حاجتين 2 وخدوا بالك منهم. ايه بقى؟ التوم البودر والبصل البودر، وبالاخص التوم البودر كمان. جربيها والله العظيم عن تجربة بجد، وانت هتلاحظي الفرق. كده العجينة معانا خلاص اختمرت اهي بعد ساعة. شوف ملمس العجينة عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا.
ده سبب ان العجينة معجونة كويس. معايا بقى صينية بيتزا، هفرد العجينة معايا كويس. يعني انت لو اول مرة في حياتك تعملي بيتزا وعملتها بنفس الخطوات ديت هتطلع معاكي كويسة جدا وناجحة كمان، والكل هيشكرلك فيها. لاني يعني هقولك ازاي تخلي الجبنة معاكي تموت. عرفتك طبعا طريقة الكاتشب بالظبط بنفس الريحة والنكهة بتاعت بره. العجينة برضو قلنا من نجاح العجينة ان هي تبقى معجونة كويس جدا. فردت العجينة معايا بعد ما اختمرت ساعة، وسبتها ترتاح برضو 10 دقايق. اما اول ما فردتها في الصينية كده ما فردتش معايا بسهولة، تسيبها ترتاح 10 دقايق. فردتها كده وطلعت الجوانب بتاعة العجينة كده. هخرمها بالشوكة وبالصلصة بقى بتاعتنا اللي احنا جهزناها مع بعض. والجوانب بقى ديت هحشيها من اي حشوة انت هتحشيها عندك. اي حشوة انت هتحشيها احشي الجوانب كده. عايزة تحشيها جبنة موزاريلا برضو بتبقى جميلة جدا. احشي وشد الطرف كده واتك بصباعك بالراحة بس كده. يبقى احنا كده قلنا مكونات البيتزا كلها من الكاتشب لاي حشوة عندك. ممكن تحشيها اي حاجة وبتطلع ناجحة معاك وجميل. حطينا النقائق والفلفل الالوان كده. الفلفل الالوان زي ما قلنا بيدي لون كده وطعم برضو جميل. وهرجع تاني اقولك الحشوة ده اختياري، مش بقولك اعملي زي ما عملت في الحشوة، لا، الطريقة بس. انما الحشوات دي كلها انت بقى طبعا كل واحد وبيته وذوقه برضو. ايه رأيكم؟ زيتون بقى طبعا ما كتر، خلي بالك لان الزيتون بيبقى مملح شوية، فانت ما كتريش في الزيتون. لو اول مرة تشوفيني بجد اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو انزله هيجيلك اشعار ان انا منزله فيديو. وانت بتتفرجي كده والفيديو عجبك اعملي لايك، ويا ريت تقولي لي رايك كده في كومنت سواء سلبي او ايجابي عادي. يعني قولي لي رايك لو انت شايفه حاجه في الفيديو كده قوليها لي، انا مثلا استفاد منها برضو. السر التاني بقى والمهم اللي هيخلي معاكي الجبنه تمط، انا ده برضو الوقت حطيت الحشوه وكل حاجة وما حطيتش الجبنة، دخلتها في الفرن 10 دقايق. وبعد ما احمرت معايا كده والجوانب احمرت حطيت الجبنة. حطها 5 دقايق بس، الجبنة يدوبك تسيح، مش عايزاها تحمر الحمار اللي هي تنشف. لو انت عايزاها تمط خدي بالك من الخطوة دي، والله العظيم هتطلع معاكي بصي سايحة خالص. هتحطها 5 دقايق بعد كده وتطلعيها تلاقي الجبنة معاكي سايحة وبتمط والعجينة معاكي جميلة. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله طرية جدا العجينة وسايحة. وشوفوا الجبنة عاملة ازاي اهي، ولا ناشفة ولا اي حاجة. وربنا يحسن ما بين ايديكم. وطبعا زي ما قلت لكم هستنى تعليقاتكم وارائكم بتهمني. واللايك بقى، ولو اول مرة تشوفني في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. قولوا لي رأيكم. والله جميلة جدا وطعمها جميل وسهلة جدا في رعاية